بص يا سيدي، موضوع التمويل العقاري في الإمارات مش معقد زي ما الناس فاكرة. هو بس ليه شوية شروط كده على حسب أنت مين وبتشتغل إيه. أول نوع، لو أنت موظف وعندك مرتب، البنك عايز يشوف إن مرتبك مش أقل من 10,000 درهم في الشهر، وكمان تكون قاعد في شغلك مش أقل من 6 شهور، والأهم من ده كله ديونك البنكية وأقساطك ما تزيدش عن نص مرتبك، وساعتها تقدر تاخد تمويل لحد 25 سنة. بس لازم عمرك ما يزيدش عن 65 سنة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو عندك 40 سنة البنك يديك 25 سنة، لو عندك 41 هيديك 24 سنة، وهكذا. وطبعا لازم يكون معاك الدفعة الأولى على الأقل 20% زائد المصاريف. النوع التاني أصحاب الشركات. البنك هنا بيبص على دخل شركتك وحصتك فيها. الشرط الأساسي إن الشركة تكون في السوق بقالها 3 سنين على الأقل، ممكن أقل بس كاستثناءات. التمويل يوصل لحد 25 سنة بس العمر الأقصى 70 سنة، وبرضه لازم يكون معاك الدفعة الأولى. أما بقى لو أنت مش مقيم في الإمارات، الوضع بيختلف شوية، لأن الدفعة الأولى بتكون 40%، إنما باقي الشروط زي ما هي تقريبا. في الآخر تقدر تقول إن نسبة كبيرة جدا من الناس يقدروا ياخدوا تمويل عقاري هنا، ودي ميزة جامدة جدا، لأنك ممكن تلاقي قسط التمويل أقل من الإيجار اللي بتدفعه دلوقتي، وكمان تبقى بتستثمر في حاجة باسمك بدل ما الفلوس كلها بتروح في الإيجار، وتستثمر بأقساط أقل من قيمة الإيجارات الحالية.